اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير واتم الصحة، اللهم امين يا رب العالمين. بحال الايام المفترجة اللي احنا فيها تكونوا في اتم الصحة وبسعادة وبعافية وفي راحة بال، اللهم امين. تكونوا كده مبسوطين وسعادة ان شاء الله. النهارده الفيديو جميل جدا، اتمنى تكملوا معايا الفيديو الاخر وتدعموني باللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تتفرج عليا جديد، لان فيديو النهارده كله طاقه ايجابيه ونشاط وحيويه. عايزاكم تكملوا معايا الفيديو الاخر، واهم حاجه في الفيديو دوت تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ويلا بينا ندخل الفيديو بتاعنا. بصوا بقى، في الفيديو دوت هو روتين كده من اوله لاخره. اول حاجه عملتها طبعا كده اول ما الواحد بيصحى طبعا بقى وبيصلي بقى والكلام ده كله، بيشوف طبعا شغل البيت. اول حاجه طبعا قبل شغل البيت وقبل اي حاجه الاوضه والكلام يعني ايه المكان اللي هو كان نايم فيه، تمام، او المكان مثلا اللي هو كان قاعد فيه. طبعا انا نضفت الاوضه وروقتها، وهشيل بقى الملايه وهشيل كل حاجه كده ونضف الدنيا. واقول لكم بقى على حاجه كمان، ان انا كنت عامله معاكم فيديو قبل كده وكنت بنضف فيه الهدوم على ايدي، لان طبعا انا ما بحبش الغسيل بتاع الغسالات الاوتوماتيك وكده. زي ما انا قلت لكم كنت غسلت برضو هدوم قبل كده ولا كني غسلتها. يعني هي بتشطف وكل حاجه وبتغسل والهدوم بتطلع نظيفه وكل حاجه ومية مية ومتتعبش فيها. بس والله العظيم انا جربتها قبل كده، حطيت فيها هدوم، كان هدوم ايه برضو كان هدومي، وحطيت الهدوم وطلعتها بقى ونشفت والكلام ده كله، وجيت البسها ولا كأنها اتغسلت اصلا. رجعت حطيتها في الغسالة تاني وبرضو ما نضفتش. يعني شفتوا ازاي ما بتنضفش كده وما بحسش بالنظافه غير لما بغسل حاجه بايد واكون مقتنعه كده انا غسلها ازاي وتبقى مغسوله ازاي، فاهمين؟ ولو فيها مثلا بقعه ولا اي حاجه انت بتغسلها بايدك تكوني ضامنه مثلا هي اتغسلت حلو ولا لا ولا كل الكلام ده. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على النبي يا جماعه. جيت بقى هنا طبعا قلت هنضف بقى الاوضه بتاعتي الاول واشيل كده الملايه وهشيل بقى الحاجات دي كلها وانضف كده، ولو في مثلا اي حاجه تتعمل كمان هعملها. بس اللي كان ورايا واللي هعمله في الفيديو دوت ان انا هنضف الاوضه زي ما انتم شايفين بقى، واشيل الملايه واخلي بقى كده الدنيا كده تدخلها هوا كده والدنيا تشوف الدنيا كده وطلعت بقى طبعا البطانية بره. بقى الجو كان حلو برضو النهاردة، بس بيجي بالليل وبيبوظ. يعني الصبح كان حلو، الشمس كانت طالعة والجو كان جميل، لكن بيجي بالليل بقى كده على الساعة مثلا قبل ما المغرب جدا كمان بنلاقي فيه هوا بقى. بس انا استفرزت الفرصة بقى وطلعت بقى المخدة وطلعت بقى البطاطين والكلام ده كله، علشان بقى الميكروبات والحاجات دي كلها، علشان برضو الفترة اللي فاتت كان الجو ما كانش حلو، وكمان مكناش بنطلع بقى البطاطين ولا كنا بنعمل اي حاجة. وغير كده كمان كنا بقى لسه في اول الصيام بقى، والواحد بقى حاسس ان هو يعني عايز ينام وخلاص بس طبعا بقى الواحد خلاص بقى اتعود بقى على الصيام اهوت وكل حاجة بقى طبعا هتبقى تمام. نشوف بقى شغلنا ونرجع لشغلنا تاني بقى من اول وجديد. اهم حاجة بقى كده تدعموني باللايك وتصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا انا غيرت الملاية، وطبعا المخدة اللي هي بتبقى ديت انا هشيل برضو الوش بتاعها وهركب لها وش تاني. وفي طبعا بقى الملايات بقى والحاجات دي كلها هغسلها بقى. يعني في ملايات بقى والحاجات الكبيرة اللي انا مش هقدر ان انا اغسلها على ايدي هحطها في الغسالة، تمام، ما قلناش حاجة. لكن في حاجات هدوم مثلا آم، احنا بنلبسها وكده والكلام ده كله، مثلا زي طرحة زي ازاي زي اي حاجة، ما بحبش احطها في الغسالة. يعني الغسالة يا جماعة ولو انتي عايزة تحطي فيها الهدوم يعني وكده، ما تكتريش فيها هدوم علشان تعصر حلو وتشطف حلو وتغسل حلو كده ماشي. لكن انا اعرف ناس بيزحموا الغسالة بطريقة غبية، بطريقة غبية بجد، يحط فيها هدوم كتير والهدوم ما بتنضفش. فانا من ساعتها وانا مقفولة خالص من موضوع الغسالات دي. يعني انضف على ايدي واكون ضامنة انا عاملة ايه وغسلة ايه، احسن مثلا ما هرجع اشطف الحاجة كذا مرة واغسلها كذا مرة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خلص بس موضوع الاوضه دوت ونضفه كده، لان بصراحه كانت الاوضه كانت اصلا عايزه تتعمل. لان طبعا الفتره اللي فاتت انا اصلا كان يعتبر شغلي كله في الريسبشن والصاله والمطبخ.
دوت اللي كان عندي بقى، اللي هو الريسبشن والصالة والمطبخ والطبيخ بقى، اللي هو الفطار بقى والكلام ده كله. ما كنتش بقى مركزة بقى في الاوض بقى والحاجات دي. لو كنت مثلا عملتها كنت اعمل مثلا يوم في الاسبوع، يومين في الاسبوع، والكلام ده. لكن طبعا بقى خلاص يعني ايه، نشوف بقى شغلنا بقى والدنيا بقى وكده، لان طبعا خلاص بقى احنا اتعودنا على الصيام. وخلاص بقى هو اصلا ما عادش في حاجه في شهر رمضان، كلها هقوله مثلا 15 يوم او اقل كمان، مش عارفه الصراحه، بس هو حاجات بسيطه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا طبعا بقى كنت خلاص خلصت بقى الاوضه، وهشيل بقى البطانية والكلام ده كله بقى من على الشباك، واطبقها وهحطها، واقفل بقى الشباك واشوف بقى ايه اللي ورايا تاني. خلص بقى هنا كده، والتركالية الاخيرة بقى اقفل بقى الشباك بقى والدنيا كده، واعطر الدنيا واظبط الدنيا كده، بحيث ان الدنيا تبقى نظيفة معايا ومفيش اي حاجة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة. انا طبعا بقى انا كنت خلاص بقى خلصت بقى، شلت الملاية وشلت الوش بتاع المخدات وظبطت الدنيا، وطلعت بقى البطانية بره في الشمس والحاجات دي كلها. هنا طبعا زي ما انتم شايفين بقى هقفل الشباك وهطفي بقى النور بقى، وهطلع بقى كده خلاص. انا كده خلصت بقى الاوضه، وهشوف بقى ورايا ايه اللي ورايا بقى تاني. طبعا كان في الوقت دوت كان حوالي الساعه 2 3. فطبعا بقى كنتش اصلا عارفه انا لسه هطبخ ايه، وكنت محتاره بقى والكلام ده. فطبعا هخلص بقى شغل البيت بقى والكلام ده، وهشوف بقى انا هطبخ ايه. طبعا بقى بقالنا شويه سمك، لا فراخ، لا لحمه، لا محاشي بقى والحاجات دي كلها. الواحد زهق اصلا، فالواحد بقى بيحتار اصلا هيطبخ ايه والحاجات دي. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا طبعا بقى انا كنت خلاص خلصت الاوضه، وهدخل بقى هنا زي ما انتم شايفين الملايتين بقى والحاجتين دول هحطهم في الغساله، ومش هحط حاجه معاهم علشان ينضفوا. اما بقى بالنسبه للي انا هغسله دلوقتي، فانا هغسل الطرح، وكان في برضو شويه حاجات كده برضو انا كنت عايزه اغسلهم، هغسلهم برضو. انا طبعا زي ما انتم شايفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت بقى كده شويه مثلا اوم وشويه برسيل، شويه صابون سائل الموجود عندك، وجبت بقى كده الطشت دوت مع شويه ميه بقى، وهبدا بقى ان انا انضف بقى، ادعك بقى بذمه وضمير. انا بصراحه كنت صايمه، يعني الواحد كان صايم والكلام ده، بس الواحد لما بيشتغل بيتلهى بقى، ما بيبقاش مركز بقى في الاكل، ولا ان هو عطشان ولا ان هو جعان. انا اصلا كنت ناسيه ان انا صايمه اصلا كمان. فخلصت من هنا والحمد لله اليوم عدى بسرعه، يعني لان كنت خلاص بقى هبطت وعطشت والدنيا باظت خالص. فخلصت من هنا وجهزت الاكل، ولقيت بقى المغرب بيدن، يعني ما فيش حاجات، ولقيت المغرب بيدن. قلت الحمد لله، لان بصراحة كنت خلاص فصلت. هنا طبعا بقى هنضف بقى وكده واظبط الدنيا، واهم حاجة بقى الرغاوي دي. الرغاوي دي بقى بتحسسك بالنظافة بقى وبريحة النظافة، وحاجة حلوة كده بتفتح النفس كده وتشرح القلب. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يسعدكم جميعا ويوفقكم ويحققلكم كل اللي بتتمنوه، ويكبر بخاطركم وتعيشوا في راحة بال، وتكونوا سعد. اللهم امين يا رب العالمين بحال ايام المفترجة اللي احنا فيها. وبشكركم كلكم. للي معايا لسه، طبعا انا كنت شوية شغلت مسلسلات والكلام ده كله، في ناس لسه فاكراني. فبشكركم كلكم وكلكم على راسي من فوق. وربنا يسعدكم جميعا. وان شاء الله من هنا ورايح، طبعا انا قلت لكم ان انا هفضل معاكم بقى الروتينات والكلام ده، وان شاء الله بقى استنوني كل يوم في نفس الميعاد اللي انا بنزل فيه. هنا طبعا كده زي ما انتم شايفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هغسل بقى واروق الدنيا، والميه بقى اللي انا بغسل بيها مش هرميها، يعني ايه استنفع بيها برضو. خليكي كده دماغك شغاله، وما ترميش الميه خساره برضو، فيها برضو شويه صابون شويه حاجات من دي، والصابون غالي اليومين دول، فشغلي دماغك بقى.
شوية بقى المَيّة اللي أنا غاسلة بيهم دول مش هارميهم، أنا هاحطّهم مثلًا في أرضية الحمام مثلًا، بحيث برضه لو حد داخل يتوضّى والّا كل الكلام ده يبقى برضه الحمام دايمًا يبقى نضيف، بحيث مثلًا طبعًا إحنا في صيام وفي رمضان، فيعني الصلاة ده أكيد، يعني مش هاصلّي فرض واسيب الباقي، فاهمين؟ فطبعًا لازم الحوض والحمام والحاجات دي كلّها بقى والطرقة تبقى نضيفة وريحتها نضيفة والكلام ده بقى. فطبعًا هاستنفع برضه بشوية المَيّة دول وهارميهم كده في أرضية الحمام، بحيث برضه إن الحمام يبقى نضيف وريحته حلوة. وبرضه لو مش حابة مثلًا ممكن أرضية المطبخ، كل الحاجات دي يعني تنفع، المهم يعني إيه، إن أنتِ تستنفعي برضه بشوية المَيّة يعني إيه، ما يجوش عليكِ بخسارة. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هاغسلهم بقى كده وهارجع أشطّفهم تاني. بحيث ان الصابون ما يبقاش في الهدوم. وكمان اقول لكم بقى على حاجة، ان انا برضو ما بحبش الهدوم السوداء، الهدوم السوداء برضو بالذات ما بحبهاش في الغسالة. انا غسلت هدوم سوداء قبل كده في الغسالة، ويا جماعة والله ولا كأنها اتغسلت. بلاقي فيها الصابون، يعني مش صابون بقى، بلاقي فيها حاجات بيضة كده، زي ما تقولوا ان هي ما شطفتش اصلا. هنا طبعا بقى انا كان ظهري خلاص وجعني بقى وخلاص ما كنتش قادرة. فطبعًا حطيت الهدوم السودا من هنا والأومو بقّع فيها، وبالذات الهدوم السودا لازم إن هي تتشطف بعد ما تتغسل. فأنا قُلت لأ، وعلى إيه بقى، هي يعني الغسالات الأوتوماتيك أحسن مني والّا حاجة؟ وطبعًا بقى إيه، هاغسل الهدوم كده زي ما أنتم شايفين، هاشطفها بقى بمَيّة بقى كده نضيفة، ما من غير أي إضافات خالص، مَيّة من الحنفية عادية، بحيث إن الصابون والحاجات دي كلّها ما تبقاش فيها. هي تبقى نضفت وريحتها حلوة، بس الصابون ده ما يبقاش فيها علشان ما يبقعش فيها. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة. هنا طبعًا بقى خلاص شوية المَيّة دول والله خسارة، بس أنا برضه إيه، قُلت هافضّيهم برضه في الحوض، وخلاص بقى هنا شوية الهدوم دول هانشرهم بقى وخلاص كده على كده بقى. الحمد لله على كده. كويس والله، لأن أنا كنت في الوقت ده خلاص بقى أنا عطشت وجُعت والدنيا باظت. فهنا بقى كده دخلت بقى هنا على الحمام، شوية المَيّة دول برضه أكُبّهم في الأرضية بتاعة الحمام كده، بحيث إن الحمام يبقى نضيف وريحته حلوة وحاجة حلوة كده. وبالذات برضه الطرقة والمطبخ والحمام والحاجات دي كلها، وبرضه قولوا معايا، والحوض والحاجات ديت لازم تبقى نضيفة دايما، يعني صيام من غير صيام، صلاة من غير صلاة، المفروض ان الحاجات دي تبقى نضيفة دايما. مش لازم يعني عشان احنا في رمضان وبنصلي والكلام ده كله يعني يبقى نضاف. اتمنى بقى كده النهارده الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا حاجة من الفيديو دوت، واستودعكم في حفظ الرحمن، واستنوا فيديو جديد، والسلام عليكم.